السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجميع شاهد بالأمس مباراة الديربي بين الرجاء والوداد، والتي انتهت بفوز فريق الرجاء الرياضي بهدف لصفر. الديربي لم يرقى إلى ذاك المستوى الذي كانت تنتظر الجماهير المغربية. يا ترى ما هي الأسباب؟ ذاك ما سنعرفه الآن. شكرا لك فوزي القجع. بسببك أصبح الديربي المغربي بين الوداد والرجاء مباراة عادية، بعدما كان الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد يصنف ضمن أحسن 10 ديربيات في العالم. كل القنوات العالمية كانت تنتظر الديربي وتتكلم عنه، حتى الجماهير المغربية كانت تنتظر الديربي بشغف كبير. كانت الجماهير الرجاوية والودادية تستعد للديربي بأسابيع بتيفوهات عملاقة تزين مدرجات مركب محمد الخامس. حتى وإن غابت الفرجة في الملعب، تكون الفرجة حاضرة في المدرجات. شكرا لك فوزي، لأنك أهنت مرآة كرة القدم المغربية، وهو الديربي المغربي الذي كانت الجماهير تأتي من كل بقاع العالم لتشاهده وتستمتع بإبداعات الجماهير البيضاوية. أصبح الآن مباراة نستحي أن نقول بأن هذا هو الديربي المغربي الذي كان يصنف ضمن أحسن 10 ديربيات في العالم. حتى الديربي الجزائري والتونسي أصبحت فيه الفرجة أحسن بكثير من الديربي المغربي. منذ تولي السيد فوزي القجع، مع كامل احتراماتنا، رئيس الجامعة الملكية المغربية، وأغلب الديربيات تلعب بدون جمهور، كل مرة يخرج لنا ببلاغ هناك دواعي أمنية. مبدأ تكافؤ الفرص، كيف يعقل مباراة كبيرة وقوية كالديربي تلعب في ملعب صغير كالبشير وملعب برشيد، مع كامل احتراماتنا لهذه الملاعب التي صراحة صغيرة لا تليق بمباراة كبيرة الديربي. حتى أن الإعلام الجزائري أصبح يستهزئ بنا ويقول بأن كل مباريات البطولة المغربية تلعب في ملعب واحد. أما كان بإمكان الجامعة الملكية المغربي لكرة القدم أن تبرمج الديربي في ملعب كبير وبأرضية ممتازة كملعب أكادير أو ملعب مراكش، وتفرض على الوداد والرجاء نسبة معينة من الجماهير، أكيد أن الجماهير البيضاء كانت سترحل لمشاهدة المباراة، لأن حلاوة كرة القدم هي الجماهير، والجميع يعلم الدور الذي تقوم به الجماهير الرجوية والودادية. للأسف القجع أعطى قيمة للمنتخبات ونسي أهم شيء، وهو القاعدة، والقاعدة هي بالأساس هو الدوري المغربي. الآن نشاهد تنافس قوي بين كل الفرق في المقدمة والمؤخرة. يمكن القول بأن البطولة المغربية الوحيدة في العالم التي لم يحسم فيها لا البطل ولا الفريق النازل إلى القسم الثاني حتى الدورة الأخيرة. الكل يعلم أن السيد فوزي القجع يهتم بالمنتخبات أكثر ما يهتم بالأندية. صحيح أن فوزي القجع نسي الدوري المغربي، يجب على الجميع أن تعطي نسبة كبيرة وأهمية كبيرة للبطولة المغربية وترفع من قيمة البطل. يجب إعادة الجماهير إلى المدرجات. كيف تريد من اللاعب أن يبدع في الملعب ويعطي كل ما لديه في غياب الحافز؟ والحافز هنا هو الجمهور. وخير مثال على ما أقول هو مباراة الديربي بالأمس بين فريق الرجاء والوداد. صراحة مباراة كانت مملة في ملعب صغير. هل بهذا المستوى يمكن أن نسوق للمنتوج الكروي المغربي؟ بالأمس قريب كانت كل القنوات العربية تتصارع من أجل نقل الدوري المغربي، أما الآن فلا أعتقد أنهم يشاهدون حتى الدوري المغربي. للأسف يجب إعادة النظر وإعطاء أهمية كبرى للديربي المغربي، لأننا في الواقع أصبحنا أضحوكة. أصبحت الجارة الجزائر تستهزئ بالمغرب وتقول كيف دولة تنظم كأس إفريقيا 2025 ومقبلة على تنظيم كأس العالم 2030 وأغلب المباريات تلعب في ملعب واحد. فأعتقد أنه يجب إعادة النظر في ما تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لأن الفرق حاليا هناك تنافس شريف. حتى آخر دورة يمكن أن نعرف البطل والفريق الثاني الذي سينزل إلى القسم الثاني. وفي أمان الله.